قاعد أنا ورفيقي فقلت له حابب روح شوف حيوانات. المهم دورت على مكان في حيوانات بدبي ولقيت مكان اسمه سفاري بارك. والله مسيو كثير يا برو، والله شغل مش عم يفضل. معك تديني شغلة 50 درهم لآخر الشهر؟ لك والله أنت خيي. مشطت شعراتي وقلت لبكره. بتركن مع فقرة مراية الاسانسير ونزلت اشتريت حليب وفريز وركبت مع شوفير التاكسي سمعنا اغاني وانبسطنا. يمكن ما كان مبين علينا مبسوطين بس نحن كنا مبسوطين من جوا. المهم وصلنا على المكان واشترينا التيكيتات. من اول ما تفوت على المنطقة بتحس حالك فايت على غابة. أول شي عملناه إنه طعمينا الزرافات وعن جد كانوا الجزرات طيبين. شو هالحيوان؟ بعدين شفنا فرس النهر. بعرفش ليش أهله مسمينه فرس النهر وهو لا بيشبه الفرس ولا عايش بالنهر. المهم طلعنا بالباص وبلشت جولتنا بالحديقة وطلع معنا شخص يشرح لنا عن الحيوانات. الشيء الوحيد اللي فهمته عليه إنه حمار الوحش هو لونه هيك مش لابس بيجامة. شفت القرد اللي بعين أمه غزال وبعدين شفت مجموعة قرود عم يلعبوا مع بعضهم ورجعت شفت كمان قرد صايبه توحد. مساحة الحديقة 12 مليون متر مربع ومقسمة لعدة أقسام هلأ رح نشوفهم سوا. مساك صورني مع ثنائي القرن. هاي غزال يا غير. لك هداك الغزال. وشفت نعيما والله ينعم عليك قاعدين عم ياكلوا عشب مع بعضهم. وبحب اعرفكم اسد الغابي اقوى الحيوانات، الحيوان اللي بس تشوفه بتحس بالرجولة، الحيوان اللي ما في شي بيوقف بطريقه. وإلى هنا سيداتي سادتي تنتهي سهرتنا لهذه الليلة. ولقيت شوية تماسيح متمسحين. ويا جماعة أول مرة بحياتي بشوف نمر ملغشة. خلصت جولتنا بالباص وكفينا مشي على الأقدام. شفنا الفلامينغو وفتنا على القرية الأفريقية. على فكرة الأسد الأفريقي بيجي لونه أشقر فاتح عامل سحب لون بتحسه على عكس الأسد العادي اللي بيكون لونه غامق. فتت على قسم الزواحف وتفاجأت إني شفت حبيبتي القديمة بالصدفة. لكن كفى تظهرين في كل امرأة أعرفها. يا جماعة هاي السحلية لما تطلع عليها بتحسها ماسكة عليك شي. هيك بيكون شكلك صديقي لما تتغدى وتنام على الظهر. فتنا على قسم الطيور وللصراحة ما كان بجمال جرين بلانت. اللي ما بيعرف جرين بلانت ففي يرجع لصفحتي ويشوف الفيديو لما رحنا لهنيك. يا جماعة رح قلكن معلومة رح تعرفوها لأول مرة. طلع الفيل إذا حرك ذنيه بسرعة ما بيطير. بفرجونا قوة الغوريلا. امسك المقبض بأقوى يديك وليكو في كبسة هون. هاي الكبسة بس نكبسها بتعطينا القوة. شايفين هذا الخط لازم يكمل لهون لتكون بقوة الغوريلا. نستنتج انه الغوريلا ما بيلعب غير سواعد بالنادي. وهلق وصلنا على القرية الآسيوية. ديكور المكان بيحسسك انك عن جد بقارة آسيا بالإضافة للجو اللي عاملينه. ولا تنسوا لما تروحوا تاخذوا جولة بالسيارة بالصحراء العربية.
وكمان لا تنسوا تعيشوا تجربة الزبلاين. للأسف ما قدرت اطلع فيها لأن كان الوقت المسموح له منتهي، وهذا كان آخر شخص. نلقاكم بفيديو آخر، إلى ذلك الحين كونوا بخير.